ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. جالي سؤال، اخد كورسات انجليزي فين في مكان معتمد؟ اولا عايزين نصحح السؤال، هنقول ناخد كورسات انجليزي او فرنساوي او الماني منين ويكون معتمد. طيب احنا عندنا هنقسم الموضوع لجزئين. هنتكلم دلوقتي عن الانجليزي والالماني. الانجليزي هتاخده منين؟ تاخد الكورس منين؟ اولا ما ترهقش نفسك، بمعنى انا مش هروح الجامعه الامريكيه دلوقتي واقدم واخد كل ليفل وانا اصلا ساكن في الصعيد، ولا ساكن في طنطا، ولا ساكن في بني سويف، ولا ساكن في المنصوره. لا، انت هتعمل ايه؟ انت هتدرس انجليزي مع نفسك. لو انت ما عندكش امكانيات ماديه هتنزل من على بلاي جوجل اول تطبيق حلو جدا، هيطلع لك اكتب تعلم اللغه الانجليزيه. اول تطبيق حلو قوي، نزله. او عندك اي تطبيق انت مفيش مشكله اشتغل بيه، يعني انا بتكلم على تجربتي انا شخصيا. حلو جدا، اشتغل انت بيه، اجتهد فيه. واحده واحده هتلاقي نفسك ان انت احترفت في الانجليزي. طيب شهرين 3 خدوها قاعده كده، لما تيجوا تعملوا اي هدف من 3 ل 6 شهور عشان تشوفوا النتيجه. انتوا مش في يوم هتلاقوا نفسكم خلاص بيرفكت فيه، لا، من 3 ل 6 شهور. طيب 3-6 شهور انا خلاص حسيت ان انا كونت معرفه انجليزي كويسه، عندي حصيله لغويه كويسه. روح الجامعه الامريكيه، هتعمل تحديد مستوى، هيقول لك مثلا انت في المستوى العاشر في الثامن ايا كان، خلاص ماشي دخلني تحديد مستوى، دخلني الليفل اللي بعده عندك. يبقى انا كده وفرت مجهود، مواصلات، فلوس. طيب انا بحب حد يبقى معايا عشان اقدر احصل حاجه، روح اي مركز حواليك. نفس الفكره، اقعد من 3 ل 6 شهور، خد ليفلات او لسنه، وبعد كده روح الجامعه الامريكيه. طب ليه؟ طبعا احنا قلنا بنوفر وقت ومجهود وفلوس. رابع حاجه ودي الاهم، ان انت اصلا العبره بالشهاده الاخيره مش بالشهاده الاولانيه. يعني انت لو واخد الشهاده الاولانيه من الجامعه الامريكيه والشهاده الاخيره من اي مكان كده، لا، هو مش معترف اصلا بيها. لكن لما تاخد الشهادات اللي قبل كده من اي مكان والشهاده الاخيره من الجامعه الامريكيه يبقى تمام جدا. ماشي، طيب حلو قوي. ده بالنسبه للانجليزي. الالماني نفس الفكره، هتنزل من على بلاي جوجل او هتروح لو عندك امكانيات ماديه، لو هتروح اي مركز جنبك بيعلم الالماني. طيب انا دلوقتي خلاص قعدت من 3 شهور ل6 او لسنه، احترفت الالماني كويس جدا. اعمل ايه بعد كده؟ هروح معهد جوتا. معهد جوتا ده في مدينه نصر، على فكره انا كنت اتكلمت في فيديو زي ده وهعمله لكم دلوقتي على الشاشه من فوق. معهد جوتا ده له مكانين منهم، في معهد نصر. هتعمل امتحان، مش معهد نصر، مدينه نصر قصدي. هتعمل امتحان وهيطلع الليفل، خد الليفل التاني من عنده. نفس الفكره، ده احسن اختيار. ما تفكروش موضوع الكورسات الانجليزي دلوقتي ان انتوا تاخدوها من الجامعه الامريكيه، خلوها في المستويات الاخيره، وكذلك معهد جوتا. اشوفكم على خير ان شاء الله، واي سؤال انا معاكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.